هذه أهم العناوين. شركة لاكوست الفرنسية تهاجم مصر بعد مهاجمة المغرب من قبل. تفاصيل مؤامرة تحاك ضد المغرب في كواليس الكاف. المغرب يفاوض إسرائيل على أقوى نظام دفاعي في العالم. روسيا ترفض مناورة خبيثة ضد المغرب. دير لايك للفيديو، اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك انت الاول جديد الأخبار المغربية. شركة لاكوست الفرنسية تهاجم مصر بعد مهاجمة المغرب من قبل. بعد استفزازها للمغاربة بإصدار مجموعة جديدة من الأقمصة الرجالية الخاصة بصيف 2023 والتي تحمل مطبوعا مسيئا للوحدة الترابية للمملكة، تسببت شركة لاكوست الفرنسية في أزمة كبيرة في مصر. وقامت شركة لاكوست الفرنسية بطرح قميص من نوع بولو في الأصل تظهر من خلاله خارطة العالم بشكل أفقي، مع تعمدها نشر خارطة مصر منزوعة من مثلث حلايب وشلاتين. وتقع منطقة حلايب المصرية على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر، وتضم 3 بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، كما أنها تتبع مصر جغرافيا وإداريا بحكم الأمر الواقع والخرائط التي تم ترسيمها دوليا. كانت شركة لاكوست الفرنسية وفي خطوة استفزازية للمغرب والمغاربة قامت بنشر صور لمنتوج جديد عبارة عن قميص يتضمن خريطة العالم وتظهر فيه خريطة المغرب مبتورة من صحرائه. وطرحت الشركة الفرنسية القميص من نوع بولو في جميع محلاتها عبر العالم، وفي 5 ألوان وهي الأسود والأبيض والأخضر والأزرق والوردي، وحددت سعره في 140 يورو، ما أثار غضب المغاربة الذين طلبوا بمقاطعة لاكوست، خاصة أن الشركة الفرنسية تمتلك عدد من المتاجر الكبيرة بالمغرب. مؤامرة لاستبعاد المغرب من تنظيم كان 2025 بتواطؤ مع الشركة الراعية للبطولة. بات تأجيل الإعلان عن البلد المنظم لكأس إفريقيا كان 25 لأكثر من مرة يثير الشكوك. وذكرت مجلة جون أفريك أن راعيا رسميا للكاف ينشط في المحروقات دخل على خط القضية ويدفع نحو منح الاستضافة للجزائر حفاظا على مصالحه في هذا البلد. وحسب المجلة فإن المستشار الرسمي شعر بقوة الملف المغربي وقرابته من نيل شرف التنظيم، وبدأ يتحرك في الكواليس مستغلا علاقته ببعض أعضاء الكونفدرالية في المكتب التنفيذي ليرجح كفة ملف الجارة الشرقية، ما تسبب في إحراج كبير لموتسيبي. وأجلت كاف مرة أخرى موعد الحسم في البلد المضيف لنهائيات كأس إفريقيا 2025 بعدما تم سحب التنظيم من غينيا لعدم جاهزية بنياتها التحتية. وأكدت مجلة جون أفريك وفق الصباح أن هيئة موتسيبي أجلت تحديد موعد الإعلان عن البلد الذي يحتضن كأس إفريقيا 2025 عوض 16 مارس الجاري برواندا بمناسبة المؤتمر التنفيذي للفيفا الذي سيشهد إجراء الانتخابات التي ترشح لها فقط جاني أنفانتينو. وحسب الصحيفة ذاتها فإن الكاف غير مستعجل لإعلان البلد المنظم على اعتبار أن سنتين تفصلان عن تنظيم الحدث القاري. وخلصت المجلة إلى أن الكاف تنتظر تقرير لجنة التفتيش لشركة التدقيق المسؤولة بعد زيارة البلدان المتقدمة لاحتضان البطولة، وهي المغرب وجنوب أفريقيا والجزائر والملف الثنائي لبنين ونيجيريا. وتم تأجيل الإعلان عن البلد المستضيف لهذا الحدث بمناسبتين سابقتين، بعدما كان مقررا في 10 فبراير الماضي ليتم التأجيل إلى 16 مارس الجاري على هامش مؤتمر فيفا الذي ستستضيفه رواندا قبل أن يتغير الموعد في مناسبة ثالثة. روسيا ترفض مناورة خبيثة المغرب. أجرى ميخائيل بوغاندوف الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير خارجية روسيا مفاوضات ثنائية لسفير جنوب إفريقيا في روسيا بناء على طلب الأخير. وتمحورت مباحثات الجانبين وفق بلاغ لوزارة الخارجية الروسية حول تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية لجنوب إفريقيا، خاصة ما يرتبط منها بتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني بين البلدين. وشدد الطرفان بحسب المصدر ذاته على الأهمية التي تواليها كل من روسيا وجنوب أفريقيا لتعميق الحوار السياسي والتنسيق الفعال لمواقف في الأمم المتحدة ومجموعة بريكس ومجموعة ال20 وباقي السياق متعددة الأطراف. وتطرق الطرفان أيضا لقمة روسيا إفريقيا التي تقرر عقدها في يوليوز المقبل في سان بطرسبرغ الروسية. وفي سياق هذا أبلغت الخارجية الروسية بأن التحضير للقمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبرغ في يوليوز من السنة الجارية
وحاول السفير الجنوب الإفريقي وفق ما أفاد به مراقبون إقناع الجانب الروسي بإقحام انفصاليي البوليزاريو في القمة الروسية الإفريقية المقبلة، غير أن الجانب الروسي تفطن إلى مناورة جنوب إفريقيا وبدأ حازما فيما يتعلق بشرط المشاركة في القمة المرتقبة، وعلى رأسها أن تكون الدولة المشاركة معترف بها من قبل الأمم المتحدة حصريا، ما يعني أوتوماتيكيا أن الجبهة الانفصالية لن تكون ممثلة فيها. عبد السلام واد الخائن يهاجم المغرب من جديد. وصل الدولي المغربي السابق عبد السلام واد خرجاته المستفزة للمغاربة وبالاصطفاف إلى جانب جهات أخرى على حساب بلاده الأم المغرب. وفي تصريح صحفي جديد تناقلته وسائل الإعلام الجزائرية وفي موقف معارض لبني جلدته، انتقد عدم مشاركة المنتخب المغربي في بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين الشان التي احتضنتها الجزائر. واعتبر عبد السلام واد عدم مشاركة المنتخب المغربي في الشان خطأ ارتكبته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مدعيا أن اللاعبين في المنتخب المحلي بمعية أولياء أمورهم عبروا عن غضبهم من قرار عدم المشاركة لدى لقائه بهم. والتزم واد الصمت إزاء الخروقات وتسييس الرياضة والهتافات العنصرية خلال حفل افتتاح بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين الشان، ولم يحرك واد ساكنة إزاء ما تعرضت له بعثة الوداد من مضايقات واستفزازات، بالإضافة لما عاناه الوفد الإعلامي المرافق للبعثة المغربية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها الجزائر. وزعم واد أن لاعبي المنتخب الأولمبي ذرفوا الدموع بعد قرار عدم المشاركة في شان الجزائر، مع أنه يعيش خارج المغرب. ليبقى السؤال هو أين التقى هؤلاء اللاعبين ليراهم يذرفون الدموع؟ وتأتي تصريحات واد في إطار تصفيته لحسابات ضيقة مع أشخاص يتهمون بإبعاده عن الإدارة التقنية الوطنية. المغرب يفاوض إسرائيل على أقوى نظام دفاعي في العالم. قال موقع ديفينسا المتخصص في شؤون الأمن والدفاع أن القوات المسلحة الملكية تفكر في زيادة أنظمة الدفاع الجوي متوسط المدى الخاصة بها، وفي هذا السياق يتم تقييم العديد من منظومات الدفاع الجوية وأبرزها نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المعروف بسبايدر. وفي محاولة لتعزيز دفاعه الجوي، يقول المصدر ذاته، ضاعف المغرب من جهوده لاقتناء أنظمة دفاع جوي متوسطة أو بعيدة المدى في غضون سنوات قليلة فقط. وأضحى بلدا يجمع بين أنظمة دفاع جوي متعددة المهام ومن مصادر مختلفة. ومع تقارب الرباط وإسرائيل أصبحت أنظمة الأسلحة الإسرائيلية الأكثر طلبا من الجيش المغربي، حيث تم بالفعل توقيع عقد لشراء بطاريات لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي متعدد الطبقات، والذي يصل مداه إلى 150 كيلومتر، مع القدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية. نظام الدفاع الجوي سبايدر من إنتاج شركة رافائيل، وهو قادر على الدفاع على النقاط الاستراتيجية والقوات المتنقلة والمراكز الحضارية مع جميع التهديدات الجوية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، كما يتميز بالقدرة على الاشتباك مع أهداف متعددة للتعامل مع الهجمات الانتحارية التي تنفذها طائرات بدون طيار، واعتراض صواريخ كروز وقنابل الانشطارية الراعية للبطولة. دير لايك للفيديو، اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك انت الاول جديد الأخبار المغربية.